حاجة حسيتوا بيها أول ما شفتوا الصورة دي؟ أنا عن نفسي حسيت إن نفسي أرجع أذاكر تاني. مذاكرة تاني؟ لأ. أهلا بيكم في برنامجكم فكرة مع ماركو، وحلقة جديدة النهاردة ومميزة. لو طبقناها مع أولادنا وتعودوا عليها هتفرق تماما في جو المذاكرة بتاعتنا وتحللنا مشاكل كتير بنواجهها وقت المذاكرة. كل ده وأكتر هنعرفه في حلقة النهاردة، بس ما تنسوش تدعموني باشتراككم في القناة وتفعلوا الجرس على الكل، تعملوا لايك وشيروا الفيديو. يلا بينا نبدأ الحلقة. هتكلم معاكم النهاردة في 4 نقط دايما بيشغلونا جدا وقت المذاكرة. ازاي ارفع تركيز ابني وقت المذاكرة، وازاي اهيئ المكان اللي هو قاعد فيه عشان يكون مناسب لوقت المذاكرة، ايه وقت الاستراحة اللي ممكن اخده، وازاي اخلي وقت الاستراحة ده يستغله صح علشان ما يأثرش عليه بالسلب لما نرجع نكمل مذاكرتنا. واهمهم وسؤال بيشغلنا كلنا، ازاي احفز نفسي على المذاكرة، او ازاي اشجع ابني انه يكمل المذاكرة بتاعته. كل ده واكتر هنعرفه النهارده في الحلقه دي. يلا بينا. اول نقطه معانا، ازاي اعلي تركيز ابني وقت المذاكره. اول حاجه، ما ينفعش يذاكر وهو جعان، وبرده ما ينفعش اديله وجبه دسمه وتقيله واقول له يلا بينا نذاكر، لان ببساطه هيحس بالوخم وانه عايز ينام حتى لو كان هو لسه صاحي. طب المفروض نعمل ايه؟ هنجهز وجبه خفيفه بسيطه تحتوي مأكولاتها على حاجات بتنشط الذهن، وكنا عملنا حلقة قبل كده بتتكلم عن الموضوع ده، ممكن نرجع لها من هنا او هتلاقوا لينك الحلقة في الديسكريبشن تحت الفيديو. بلاش نذاكر مواد متشابهة ورا بعض، يعني مثلا لو لاحظت في المنهج الجديد ان محتوى مادة الانجليش مشابه جدا للساينس، بلاش نذاكرهم ورا بعض، ممكن نفصل ما بينهم مثلا بالماس او العربي علشان المعلومات لما تيجي تتحفظ بشكل مظبوط ما يحصلش تداخل ولخبطه. لو ابني بيحب يسمع حاجة وهو بيذاكر وانا عايزاه ما يتشتتش في المذاكرة، ممكن اشغل له موسيقى هادية جدا او تقريبا صوتها شبه مسموع، ويقال ان موسيقى موتسارت من افضل انواع الموسيقى المحفزة للذهن واللي بتساعد اولادنا على التركيز، وده في حالة لو هو بيحب يسمع حاجة وقت المذاكرة. مهم جدا جدا النوم وقت كافي، مش اقل من 7 ساعات ومش اكتر من 8 ساعات، وطبعا يكون النوم ده متواصل لان النوم المتقطع بيزود التشتت عند الطفل. طيب وليه مش اكتر من 8 ساعات؟ علشان ده هيديله شعور بالوخم وانه عايز ينام مدة اطول كمان. التلخيص مهم جدا بعد الانتهاء من كل فقرة، بمعنى ان الطفل يرجع يشرح تاني هو فهم ايه من الجزء ده، وكأنه بيعمل تلخيص صغير لنفسه. وهنا ممكن نلعب تبادل ادوار، انا دلوقتي التلميذ وانت المدرس بتاعي، يلا عشان تشرح لي. الطريقة دي بتحفز عقل الطفل انه يركز اكتر علشان لما يرجع يشرح لي، ده غير انها بتأكد له كمان على المعلومات في ذهنه. تاني نقطة هنتكلم عنها هي تهيئة المكان للمذاكرة، ودي اللي تقريبا اغلبنا بيعمل فيها اخطاء كتير. اول نقطة، احاول ان انا ابعده عن كل المشتتات، بمعنى ان لو ابني بيحب التلفزيون جدا فيفضل ان الاوضه اللي احنا هنذاكر فيها ما يكونش فيها تلفزيون، ونفس الكلام عن الموبايل او التابلت او حتى الكمبيوتر والالعاب العاديه. تاني نقطه، ان يكون المكان اللي هنذاكر فيه الاضاءه اللي فيه ما تكونش زايده عن اللازم او حتى ضعيفه جدا، لان ده هينعكس على رؤيته للمحتوى اللي هو هيذاكره، ده غير ان الاضاءه الخافتة قوي هتساعده على ان هو ينام بسهوله. ممنوع المذاكرة على السرير، لأن ببساطة ده هيساعده على الاسترخاء وإنه هيحس إن عايز ينام حتى لو هو لسه صاحي ومش محتاج ينام أساسا. وحتى لو كنا هنذاكر على مثلا كنبة أو أي حاجة تانية، فيفضل إن وضعية جسمه وهو قاعد كأنه قاعد على مكتب بالظبط وكل أدواته قدامه، مش بقى لسه هنقوم ندور على الأستيكة والكتاب الفلاني وهكذا. حاجة تاني، ان مكان المذاكرة ده يفضل انه يكون بعيد عن اوضة المعيشة او اي مكان فيه دوشة، خصوصا مع الطفل اللي هو سريع التشتت، لانه هيتشتت بسهولة جدا مع الاصوات اللي بره او مع حركة اخواته في المكان. تالت نقطة، وقت الاستراحة هيبقى قد ايه وهنعمل فيه ايه؟ مع كل ساعة مذاكرة هناخد قدامها 10 دقايق راحة، ولو الطفل ده من النوع اللي تركيزه ضعيف جدا، مع كل نص ساعة مذاكرة هنريح 5 دقايق. والأهم دلوقتي هنقضي الوقت ده ازاي؟
مهم جدا ان احنا نعرف في الاول احنا ليه بناخد راحة، علشان ببساطة اصفي ذهنه واستعيد نشاطه من جديد. فما ينفعش في الوقت دوت اديله موبايل واقول مش مهم، ما هو ده من وقت البريك بتاعه. لا، انا كده بساعده انه يتشتت اكتر، وهيبقى بصعوبة كبيرة جدا لو رجع اصلا يكمل مذاكرة من تاني. امال نعمل ايه وقت البريك؟ ممكن نمارس تمارين رياضية، حركات بسيطة جدا، او انه يشرب عصير منعش وهو بيتكلم مع مامته او اخواته، او ممكن حتى ان هو يدخل البلكونة ويرجع تاني يكمل مذاكرته. وبرضه ممكن يلعب بألعابه، بس ألعاب زي ايه؟ ألعاب زي البازل، ألعاب زي مثلا لعبة تكوين الكلمات، الألغاز والفوازير، وهكذا. رابع نقطة والأخيرة، التحفيز الذاتي. فكرة التودو ليست من أكتر الحاجات اللي بتحفزنا إحنا الكبار على إنجاز حاجات كتير، فإني أحط له قائمة بالمهام اللي هو المفروض يعملها النهاردة، وبعد ما يخلص كل مهمة أو مذاكرة مادة معينة هنا يشطب عليها. ده بيولد جواه الإحساس بالإنجاز والرغبة المستمرة في المذاكرة، علشان يقدر يشطب على كل الحاجات اللي المفروض ينجزها. والقائمة دي تشمل وقت المذاكرة، وقت الترفيه، وقت التمرين، وكل حاجة بيعملها الطفل في يومه. ويفضل ان القائمة دي تكون على لوحة موجودة قدامه طول الوقت عشان يشوفها باستمرار. طب لو الطفل ده صغير مش بيعرف يقرأ، ممكن نحط فيها رسومات او صور للحاجات اللي هو هيعملها بديل للكلام المكتوب. وممكن نعمل قائمة بالمهام اليومية وقائمة بمهام الأسبوع. فكرة تانية، أعوده على نوعية كلام زي لما أخلص مذاكرة المادة دي هبقى شاطر فيها جدا، لما أنجز حل الأسئلة دي هعرف أحل حلو في الامتحان وهبقى متميز، هتعب في المذاكرة لكن هبني عقلي وهكبر. وهنا أقدر أقول لكم إن اللي هيبدأ ينفذ الكلام اللي في حلقة النهاردة هيشوف فرق كبير في تحصيل وسرعة الاستيعاب عند ابنه، ده غير إن مشاكل وخناقات المذاكرة هتقل. ومع التعود على الروتين اليومي اللي احنا اتفقنا عليه في حلقة النهاردة هتلاقيه يتحول لنظام عنده في وقت المذاكرة. أتمنى تكونوا استفدتوا من حلقة النهاردة، برجاء تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس، تعملوا لايك وشير للحلقة في كل الجروبات بتاعتكم، عمموا الاستفادة. كنتم مع مارجريت روماني، برنامج فكرة مع مارجو. شكرا لمتابعتكم، سلام.